سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. هذه المره حبيت نشارككم معجون الكرموس او التين. يجي من اروع ما يكون، يشد لكم حتى السنه كامله وهو خارج الثلاجه. الطريقه نتاعو جد سهله، واذا كنتم من الناس اللي يحبوا المعاجن ومعجون التين هذا الفيديو ليكم. وبلا ما نطول عليكم نجوزوا مباشره نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير، ونبداو على بركه الله. بسم الله. بالنسبة للمقادير البنات، نجيب الكرمس تاعي البنات. هنا كنت غسلته ونقيته ونحيت كامل هذيك القشرة كما راكم تلاحظوا البنات. يعني هنا وين كانت القشرة رقيقة يعني تخلص منها بالموس البنات. هكذا حتى كملت كامل الكمية. لهنا عندي كيلو و131 غرام البنات. هكذا نقسم لهنا كل حبة على 4 البنات، ونحي هذيك الخضورية بالموس يعني اللي ما تقشرتليش. هنا راح يذوب البنات، يعني غير حبة على 4 راح تكون كافية. لهنا بالنسبة للسكر ما نقصوش كمية السكر حتى ولو كان الكرمس تاعنا يعني محسل ولا حلو، لأنه الحاجة اللي تكون راح تشد خارج الثلاجة ولا راح نحطوها برا البنات لازم تكون كمية السكر كافية، لأنه راح يكون هو الحافظ للمعجون تاعنا البنات. لهنا عندنا في الكيلو هذاك يعني و100 غرام البنات عندنا 450 غرام تاع السكر. يعني من 400 في الكيلو نديرو 400، يعني عوزت 50 لهذيك 100 وشوية. يعني كل كيلو نديرو له 400 حتى 450 غرام نتاع السكر البنات. نفرغ السكر نتاعي كما راكم تلاحظوا ونخلط يعني مليح هذاك الكرموس مع السكر حتى وين يطلق لي السوائل تاعو البنات يعني، ونتحصلوا على سيرو. هنا يعني نغطوه بابي فيلم البنات ونحطوه في الثلاجة من 4 سوايع يعني حتى الليلة كاملة. أنا خدمته مع الحشية البنات ومن ذاك غدوة باش طيبته يعني تلقاوه يعني هذاك السكر كامل ذاب وتحصلوا غير على السيرو فقط. يعني لهنا بالنسبة للمعجون هذا ما راحش نطيبوه بالماء البنات، يعني ما نضيفولو ولا قطرة نتاع الماء، يعني راح يطيب غير في السيرو نتاعو هكذا. يعني وكنت وين نتلاقى بهذيك الخضورية يعني نزيد نحيها البنات. من بعد هنا أنا كنت درت يعني لهنا كيلو معام، ما زدت درت كيلو وخد آخر البنات. هكذا غطيته واحتفظت به حتى من ذاك غدوة البنات. لهنا يعني الكيلو الآخر البنات. من ذاك غدوة البنات نجيب المعجون تاعي. شوفوا نلقى داك السكر كامل ذاب لي كما راكم تلاحظوا. هكذا نفرغه في قدر البنات ولا في القدرة ونخليه يطيب على نار تكون من متوسطة حتى الهادئة البنات، ولا من هادئة حتى المتوسطة لمدة يعني 35 حتى 40 دقيقة على حساب يعني الفرن. يعني قلت لكم من الهادئة حتى المتوسطة. المهم ما تغفلوش عليه كي يكون راح يطيب، لأنه ينزل البنات ما فيهش الماء، وثانيا يعني باش ما يتبدلش اللون تاعو يعني من ذاك نحركوه كما راكم تلاحظوا باش ما ينزل لكمش البنات. هكذا ونطيب المعجون تاعي. من بعد كي يولي يغلي البنات لازم نتخلص من هذه الرغوه اللي راكم تلاحظوا فيها يعني اللي تشكل فوق المعجون تاعنا، لانه هي اللي راح تخسر لنا المعجون بطبيعه الحال. لازم كامل نتخلصوا منها. يعني دوك يولي يغلي تولي تزيد هذيك الرغوه حتى وين يصفى لنا المعجون تاعنا تماما. هكذا بهذه الطريقه. وما نساوش قلت لكم مره على مره يعني حركوه. هنا فقط الإضاءة البنات نحركوه البنات حتى وين ينشف لي شوية البنات ولا يثقل. دوك نوري لكم القوام باش نضيفوا الخطوة الأخيرة البنات. هكذا بهذه الطريقة هاوليكم القوام اللي نوصلوا ليه. لهنا نضيفوا له نصف عصير تاع حبة ليمون البنات، يعني نص حوالي 3 مغارف كبار كما راكم تلاحظوا. ونخلط هذاك القارص ونعاود نخليه يتكتك لواحد 5 دقائق ولا 10 حتى نتحصلوا عليه بهذا القوام البنات. يعني شوفوا لهنا كي نجي نفرغ يعني يكون ثقيل البنات كما راكم تلاحظوا.
مباشرة وهو سخون البنات نفرغوه في البلارات اللي يكونوا ناشفين البنات بطبيعة الحال ومعقمين بهذه الطريقة وهو سخون البنات. هنا ضروري قلت لكم يكون سخون، نفرغه مباشرة، نعاود نغلق عليهم ونعاود نقلبهم على وجههم كما راكم تلاحظوا، ونخليه حتى وين يبرد لي تماما. هنا يعني نورمالمون يجي في هذه البلارة الكبيرة البنات، يعني معليش البنات يعني كنت سبقت بالأخرى هكذا، ونخليه يبرد. الكيلو الآخر يعني زدت درتو في بلارات وخد أخرى البنات ونقلبو حتى يبرد لي تماما. شوفوا لهنا دوك تلاحظوا القوام نتاعو كيفاش يجي. شوفوا لهنا يعني خارج ثلاجة، شوفوا الثقل نتاعو كديروه في الفريجيدير داخل بطبيعة الحال راح يجي جد متماسك، يعني راح تلقاوه يعني شد روحه بزاف يعني جامد. لهنا قلت لكم نحتفظوا به خارج الثلاجة لمدة سنة كاملة ما راح يصرى له والو، راح تلقاوه كما هو البنات، لأنه لهنا كمية السكر راح تكون حافظ للمعجون نتاعنا بطبيعة الحال. هكذا بهالطريقة هاي لكم النتيجة، إن شاء الله تنال إعجابكم، إن شاء الله تجربوا بهالطريقة وتنجحوا فيه البنات. وإذا عجبكم الفيديو حبيتوا معجون نتاع الحب البنات يعني خليت لكم صور في آخر الفيديو. البنات اللي عجبكم حبيتوا نشارككم الطريقة اكتبوا لي في التعليقات البنات. هلا في رواحكم.